الآن في بوزنيقة في إطار المؤتمر العام لحزب الاستقلال اللي أولا فيما يتعلق بالاسم اسم حزب الاستقلال نظرا لكونه أولا أسس من أجل الاستقلال ومن أجل الدفاع عن الوحدة الترابية والوحدة الوطنية للشعب المغربي. الشيء اللي كيجعل على أنه هذه كلها معارك مازال لحد الآن باقا مستمرة، لأن الوثيقة ديال 11 يناير 1944 اللي كانت شهادة ميلاد حزب الاستقلال نعتبر على أنها مازال مطلوبة الآن بالدفاع على الوحدة الترابية بشكل متجدد ومتماشي مع التصورات التحولات التي يعرفها العالم من حولنا. وبالتالي نعتبر على أن شعار الحزب وهو شعار على أنه يجد العهد متجدد على جميع القضايا التي تهم المواطنين وتهم البلاد بصفة عامة. الشيء كان نعتبر على أنه هذا مطلوب من جميع المواطنين مش غير حزب الاستقلال، من جميع المواطنين أن يتعبؤوا من أجل الدفاع عن الوحدة الوطنية والوحدة الترابية ومن أجل الوقوف صف الوقوف بشكل جماعي أمام التحديات التي تشهدها بلادنا. وبالتالي نعتبر على أن هذه المحطة محطة أساسية وسيكون حزب الاستقلال حاضرا إن شاء الله بشكل يلعب دورا أساسيا في تجسيد المؤتمر الشعار الذي يحمله المؤتمر، وأيضا سيشكل نقلة نوعية للدفع بحضور الحزب وحضور البلاد بصفة عامة على المستوى الوطني وعلى المستوى الإفريقي وعلى المستوى العربي، خصوصا وأن جلالة الملك محمد السادس نصر الله أعطى عدد ديال الإشارات مهمة سواء على المستوى الإفريقي أو على المستوى العربي أو على المستوى المغاربي. الشيء اللي كنعتبروا على أنه رصيد مهم بالنسبة لبلادنا. علينا أن نتعبأ جميعا من أجل بلورة هذه الطموحات وهذا الهدف الذي سعى له دائما حزب الاستقلال، وسيعمل بإطار توافقي بإطار جماعي توافقي للمناضلين والأطر الحزبية بشكل يجعل بلادنا حاضرة في المحطة المستقبلية.